لأكثر التفاصيل عن الأجواء السائدة أمام ملعب عمر حمادي نربط الاتصال بالزميل فاتح بوشعنان المتواجد أمام الملعب ليضعنا في صورة الأجواء. مساء الخير فاتح. مساء الخير ابتسام. أجواء كما أكدت، أجواء رائعة، أجواء مفعمة بالحيوية. ديربي أكيد مثل ما يتطلع له أنصار الفريقين، أنصار مولودية الجزائر أو أنصار شباب الوزداد. معنا أنصار مولودية الجزائر. كل شيء ينبئ بدربي كبير. فيه بعض الاعتراضات على ملعب عمر حمادي ببولوغين، فيه بعض المناصرين أكدوا أن ملعب عمر حمادي ببولوغين لا يكفي. أنصار مولودية الجزائر وأنصار شباب الوزداد لا يرقى إلى مستوى ديربي عاصمي بحجم مباراة بين شباب الوزداد وبين مولودية الجزائر. سنحاول أن نوافيكم ببعض التصريحات قبل بداية المباراة. كما تعلمون مشاهدينا، المباراة راح تنطلق في حدود الساعة 6. إلى حد الآن لم تفتح بعد أبواب الملعب، كل أنصار راهم خارج الملعب. نحاول ناخذ بعض الانطباعات على أجواء ما قبل المباراة. نشوف معنا أول مناصر كيفاش هاي الأجواء، واش تقدر تقول لنا على مباراة اليوم، خاصة أنه ديربي كبير بين مولودية الجزائر وشباب الوزداد. يا خويا السلام عليكم، السلام كل الجمهور الجزائري بخاصة جمهور المولودية. أنا ندير نداء من المسؤولين تاع الفوتبال تاع كرة القدم في الجزائر، غير يروحوا الله يسهل عليهم، قعروا البالون الي روتور. عفوا مشاهدينا، أنا نشاهدوا بعض المناصر آخر. اخويا قول قرباز، مولوديه مش عاصمه، من 48 الولايه. مولوديه تاع 5 شويه، انا جيت من بوسعاده اللي ما دخلت. مولوديه تاع 48 ولايه. بيبليك هذا ماشي تاع فاتح زميلي فاتح. مشكلتنا ابتسام أن المناصر سنحاول أن نعم زميلي فاتح.